كلنا بنكون بادئين الدايت عندنا هدف وحماس ان احنا هنقدر نعمل اللي احنا عايزينه، خصوصا ان اول يوم او يومين في الدايت فعلا بيكونوا سهلين والدنيا بتمشي بيس جدا من الحماس. وبعد كده بنيجي بقى للمشكله ان احنا مش عارفين نكمل في الدايت وحاسين ان الموضوع صعب. النهارده هقولك على 4 حاجات تعمليهم لما تحسي ان الموضوع صعب، هيفرق معاكي جدا وهيخليكي قادره انك تكملي. الاول بالنسبه للناس اللي عندهم الجوع العاطفي، فسبب اساسي من رغبتهم في الاكل الكتير هي فكره الفراغ. انا ما ورايش حاجه اعملها فانا هلجأ للاكل، انا مخنوقه ومش عندي هدف واضح انا حاطاه لحاجه في حياتي فهلجأ للاكل، وهكذا. فلازم وانا بعمل الدايت احط اهداف في جوانب تانية في حياتي، هدف زي ان انا مثلا اشتغل على حاجه معينه، هدف ان ارتب حاجه معينه، اتعلم هوايه ايا كان، بحيث ان انا احاول اقلل وقت الفراغ، لان الفراغ هو العدو الاكبر ليكي في رحلتك في الدايت. تاني حاجه مهمه جدا انك تفكري بشكل منطقي ان الدنيا دي دار تعب، احنا كده كده هنتعب. في ناس اذكياء بتقرر ان هي تتعب بدري وتتعب ان هي تمنع حاجه هي حباها وتعالج المشكله اللي عندها علشان خاطر ما تتعبش قدامه، وناس تانية بتستسهل ان هي انا مستمتعه بالاكل، انا مستمتعه بكل حاجه، وبعد كده اتعب وثقتي في نفسي تقل ومعرفش البس. فده قرارك انت اللي هتقرري انت عايزه تتعبي دلوقتي وتستحملي ولا تتعبي قدام. ثالث حاجه مهمه جدا بقى ان انا لازم احط بديل للحاجه اللي انا بحبها. انا مثلا بحب قوي السينابون، لما باجي التزم ان انا هعمل دايت وهلتزم بيه انا بلجأ لان انا بحب الموز واليوستفندي فبجيبهم، ويا سلام لو مش في البيت انزل بقى اجيبهم بنفسي واتمشى شويه وممكن اكل الحيوانات. الموضوع ده بيحسن لي مودي جدا، اني انسى رغبتي في السينابون لان انا عارفه ان ده هيعطلني عن الهدف اللي انا عايزه اوصل له. حاجه مهمه جدا بقى وفخ يا ريت ما تقعيش فيها، هي فكره لو انت خصوصا بتعملي دايت وبتعكي فيه كذا مره، انك هتقولي انا متعوده ان انا ببوظ الدايت فديني جيت لنفس المرحله وهبوظ الدايت تاني. حل الموضوع ده بكل بساطه انك تعرفي انك مش لازم تعيشي المستقبل بخريطه الماضي، مش لازم الاخطاء اللي انا عملتها قبل كده هعملها تاني. ممكن ان انا بكل بساطه اوقف وهعرف اكمل. وافتكري انك قدام لما تلاقي نفسك خسيتي هتفرحي من شكلك انك خسيتي، غير ان ثقتك في نفسك هتزيد انك هتقدري تعملي اي حاجه في حياتك لانك استغنيتي عن اكتر حاجه انت بتحبيها.